وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عياد شاكر حنا مسيحي مصري في 80 من عمره، يعيش في قرية بمحافظة المينا في مصر، ويقوم بعمل يستغربه كثيرون من غير أهل القرية، فهو يعلم أبناء قريته تلاوة وحفظ القرآن منذ 10 سنين. هذا الرجل تعلم حفظ القرآن مع زملائه المسلمين في المدرسة منذ صغره، وتعلم محبة المصحف من والده ليحول بيته في الكبر إلى مدرسة تخرج منها المئات من المسلمين والمسيحيين. وبطريقة بسيطة فسر لتلاميذه معاني القرآن وقيمه رغم اختلاف ديانته، مقابل مبلغ متواضع من المال لا يجبر غير القادرين على دفعه. اتعلمت من المدى الابتدائي، وجاء ابويا شجعني ان انا احفظ. طب العلم شو سلبي؟ يعني بتكلمنا تقول لي ده عندنا في القرآن بنقول قولوا. طب ما احنا عندنا في الانجيل بنقول قول. يبقى انا حفظت دي مع دي وطبقنا الاثنين على بعض، مش عيب. حنا أوضح أنه يستمتع بتعليم كلام القرآن لأنه يتضمن رسائل حب ورحمة، وأنه من الضروري للمجتمعات أن تتعلم وتفهم وتحترم دياناتها المختلفة. ما نعرفش في بيت مسيح ومسلم، مسيح ده هو تبع المسيح وانت محمد تبع النبي، بس مع الجيرة والأخذ والعطاء والعازة اللي كنا عايزينها لبعض. أنا ما عنديش دقيق وأم محمد طحن تقول ادينا الصحن دي نخبز وناكله، إحنا نخبز أم محمد يقول لنا 5 بتوات العيل تغدوهم. ده الحب اللي موضوع في طهنا من زمان. ويحظى العم عياد باحترام ومحبة أهل قريته. المعلم عياد من زمان أسس وربى وعلم ناس كتيرة جدا، وكتير من المسلمين بيدينوا ليه بالفضل، وهو يعلم ذلك تماما. أظن دي أقوى رسالة وأقوى رد إن إحنا هنا. يعني أعتقد إن إحنا لو في فرقة، طب ما إحنا نقول مع احترامنا للجميع، نقول للمسلمين ما تروحوش عنده، روحوا عند المسلمين، صح كده؟ لو في فرقة. لكن لا، إحنا عندنا من زمان في أولاد بيطلعوا وروح عند المعلم عياد. رسالة هذا الرجل المسيحي تجاوزت حدود بيته الصغير، وعلمت أبناء القرية كيفية التسامح بين الأديان وإرساء قيم المحبة بين المسلمين والمسيحيين في زمن تنتشر فيه دعوات التطرف وتسبب أزمات سياسية وأمنية في كثير من مناطق العالم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، يعني ما تقولش حاجة لغيرك وانت تعملها. يتلو آيات من القرآن الكريم ويفسر معانيها ببساطة لتلاميذه رغم اختلاف ديانته. عم عياد رجل مسيحي أفنى عمره في تربية وتعليم أبناء قريته. الكل هنا سواسية، مسلمون ومسيحيون، يحتضنهم هذا البيت الذي حوله عياد إلى ما يسمى بالكتاب. حصص تعليمية تبدأ بعد انتهاء اليوم الدراسي لهؤلاء الأطفال في المدرسة، يتعلمون فيها أصول دينهم ومبادئ اللغة العربية والرياضيات. بديت من 10 قروش، واللي معه 10 بآخر الشهر اتعلم، واللي ما معاش اتعلم. قول بكره يديه ربنا ويبقى خلصني. اللي زرع زرع كان يجيب له ربع غله، ده يسد مكان دوا وما نقولش لا. رحلة بدأت منذ 65 سنة. يقول الرجل إنه حفظ القرآن مع زملائه المسلمين في المدرسة منذ صغره. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما عملتش وحش مع حد، ما فرقتش بين هذا ولا ذاك، لا فقير ولا غني ولا مسلم ولا مسيحي. واللي غير كنت راح اجيبه من البيت، اللي معاش كراسه ومعايا اجيب له كراسه. ما معيش الم من كل عيل قرش ونلم لبعضينا من الكراسه. مساحة ضيقة لكنها تتسع لحياة أوسع بكثير في قرية طهن الجبل بمحافظة المنيا. فرسالة هذا الرجل المسيحي تجاوزت حدود بيته الصغير وعلمت أبناء القرية كيفية التسامح بين الأديان. هو المعلم، هو الأستاذ، هو المدرسة. فكان مدى مواظبة الطالب
على انه يروح الكتاب في الكنيسه عند ابويا عياد، هي دي مقياس فشله او نجاحه بالنسبه لوالده. القصة بدأت من هنا، من داخل هذه الكنيسة التي كان يتردد عليها مسلمون ومسيحيون لمساعدتهم في تعلم دروسهم، بعد أن رفض عياد التعيين كمدرس حكومي وتفرغ لأداء رسالته. تاريخ طويل من التعايش والتسامح بين المسلمين والأقباط يضرب بجذوره في هذه القرية، تعايش بدا واضحا في هذه الكنيسة التي فتحت أبوابها لتعليم أبناء القرية بدون تفرقة بين أتباع دين أو آخر. آية راضي، سكاي نيوز عربية، محافظة المنيا.